صباح الخير حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد ان شاء الله. وقبل ما نبدأ الفيديو نصلي على رسولنا الكريم عليه افضل الصلاة والسلام. وتاني حاجة انتوا عارفين بقى، انتوا عارفين مش لازم اقول لكم بقى كل مرة احطوا اشيائي وحركاتي. يعني حفظتوا بقى يا جماعة. طبعا الناس اللي لسه اول مرة تشوف القناة لسه مستنية ايه؟ يلا اتكي على اشتراك كده واعملي اشتراك للكل عشان يوصلك مني كل جديد. تعال نحضر مع بعض فطار ونحضر مع بعض غدا ونعمل شوية روتين في الشقة. هقول لكم النهارده ايه اللي حصل. النهارده يا جماعه بقى لنا كام يوم كده 3 4 ايام مصر كلها بتشتكي من قطع النور. النور كله بيقطع عندنا بالثلاث ساعات. يعني احنا هنا في المنطقه عندنا بيقطع بالثلاث ساعات، يخلص من هنا يقطع في المنطقه اللي ورانا. وامبارح قطع حوالي 3 مرات، تخيلوا بقى. مش عارفه اصور، مش عارفه اخش اعمل لكم حاجه في المطبخ، عايزه اكمله مش عارفه. آه بيقطع فتره طويله، وعشان احمل الفيديو كده بينزل في وقت بياخد وقت طويل جدا. فبقيتش عارفه اعمل ايه بصراحه، فجبت لكم من كل لون حته. يعني الفيديو ده النهارده متنوع، هتلاقوه في المطبخ، هتلاقوه في الريسبشن باكنس، هتلاقوه بارجع تاني في المطبخ. بحيث ان انا مش عارفه اعمل ايه، كل ما النور يجي الحق اخد اي حاجه من اللي انا بعملها عشان تشوفوا الروتين. تعالوا نشوف فطارنا النهارده مختلف تماما. كنا بقى ايه؟ جوزي كان في سوبر ماركت جايب هنا، بصوا المجموعه دي كده لانشون على بسطرمه على جبنه موتزاريلا على جبنه مش عارفه ايه، مجموعه كده من الحاجات بتتباع مع بعضها كده. في جملة ماركت بتتباع عندهم. فأنا جِبت بيض كده وحطيتها عليه وعاملة زي أومليت بالضبط، حلوة جدًا طعمها تحفة بجد، جميلة جدًا. بتجيبيها وتقدري تعمليها على الكميات اللي أنتِ عايزاها، على بيضتين تاخدي حتة، على 3 زي ما أنتِ عايزة. ده فطار لفردين 2، فأنا عملت على قد الفطار بالضبط. هنجيبي الطاسة ونحط فيها معلقة سمنة أو معلقة زيت زي ما أنتِ عايزة، وتبدئي بقى إن أنتِ تعمليها زي الأومليت بالضبط. دي السمنة اللي أنا جايباها اللي أنا وريتها لكم في الفيديو اللي فات. هانزّلها لكم دلوقتي بقى بعد ما سيّحتها، عشان المفروض أحط المقطع ده قبل ده، بس أنا كنت عملتها خلاص. فهاوريها لكم دلوقتي وأنا مسيّحاها ومضبّطاها ومخلّياها زي الفل. هي سهل جدًا، بتجيبيها وتحطيها في حلة على النار وتوطّي النار عليها وتسيبيها، لحد ما تلاقي المُرطة نزلت تحت والسمنة فوق، كده خلاص أنتِ عندِك أحلى حبّة سمنة. سِبت لكم كمان رقم تليفونها ورقم القناة بتاعتها، اللينك بتاعها في أول تعليق مثبّت في الفيديو بتاع امبارح. تقدري تشتري منها السمنة وتقدري تشتري منها كل اللي أنتِ عايزاه. آدي الأومليت بتاعنا كان طعمه حلو جدًا، طعمه خطير والله رهيب، والله رهيب. عملناه بقى بألف هنا وشفا كده وخلّصته. النهارده عملت أكل برضه بسبب النور برضه. يعني بُصّوا النور عمل معانا حاجات كتير. الناس كلّها بتشتكي من موضوع النور قطع ده. يعني لأ يا ريته بيقعد ساعة والّا حاجة، ده بيقعد أكتر من ساعة. مع الحر بقى ما أقولكوش بقى الدنيا بتبقى عاملة إزاي. طبعًا عايشين على كشافات، يعني إحنا رجعنا لأيام الثورة، فاكرين أنتم الكلام ده؟ رجعنا كده العيشة البدائية بتاعة زمان دي. ناس كتير هتقول لي: يا جيجي برّه مصر ما النور بيتقطع قد كده ومش عارفة. يا جماعة إحنا مش متعودين على كده، إحنا متعودين إن النور في مصر ما بيتقطعش إلا فين وفين بيتقطع. لكن دلوقتي التكرار الموضوع زاد شوية عن حدُّه. يعني إحنا شايفين كده بقى لنا 3 أيام الموضوع بقى over. يعني ما فيش نور بيتقطع 3، 4 ساعات، لو في حاجة في التلاجة، لو في حد في شغله، لو في حد تعبان، لو في حاجات كتير. المهم بقى فضلت أقلِّب من كل الجوانب كده زي ما أنتم شايفين حبايبي، من هنا حبّة ومن هنا حبّة لحد ما ضبّطت كده. وبعدين قلبته بقى على الوش التاني علشان خاطر برضه الحاجات اللي جوّه الجبنة والحاجات دي تسيح مع البيض الأومليت اللي إحنا عملناه. حلوة جدًا على فكرة. لو ما عندكيش الكلام ده كلّه تقدري تجيبي حتّة لانشون، حتّة جبنة موتزاريلا، حتّة جبنة تركي، أي حاجة وتحطّيها جوّه البيض، أو فلفل أخضر، طماطم، بيدّي طعم حلو أوي. ده القرص بتاعنا زي العِجّة كده بالضبط، كان طعمه حلو أوي أهو. عندي بقى شوية جبن وزيتون في التلاجة كده هاطلّعهم أحطّهم في الطبق العجيب الغريب، باحط فيه الحاجات اللي هي بتاعة الفطار الصبح دي. بصراحة طبق جميل وبينفعني في حتّة الفطار. يعني ما باوسّخش أطباق كتير لإن هو ليه عيون على فكرة. هو كبير بس أنتم شايفينه في الكاميرا صغير. هو كبير بياخد معايا الفطار كلّه. هنحط بقى حتّة الجبنة اللي فاضلة معانا وحتّة جبنة بيضا وحتّة جبنة شيدر كده. وهناخد بقى الفطار وأروح أفطر وبعد كده أشرب كوبايتين شاي. وأنا باشرب الشاي يا ولاد النور قطع. لسه هاقوم أصوّر معاكم لقيت النور قطع. كل ما النور ييجي أجري بسرعة أعمل مقطع وبعدين النور يقطع تاني في المطبخ. أنا كنت النهارده المفروض إن أنا أصوّر في المطبخ، إن إحنا نفنِّش بقى المطبخ النهارده عشان عايزة أفرش السجادة وكده. ما عرفتش بقى بسبب النور بصراحة. فقُلت بقى إيه، اعملي يا بنتي يا جيجي الروتين اللي أنتِ بتعمليه العادي الطبيعي اللي أنتِ هتقومي تعملي أي حاجة هتصوّريها. فعشان كده النهارده الفيديو إيه، كوكتيل كده مع بعضه. حطيت بقى الجبن وحطيت البيتزا زي ما أنتم شايفين كده. وهنروح نفطر. ده كان يوم الجمعة يا جماعة، فطار يعني الفيديو هينزل لكم النهارده هو بتاع النهارده. يعني كده بقى أروح أجيب الصينية وأحط الفطار بتاعي وآخدكم بقى برّه كده وأرجع أعمل كوباية قهوة. أنا شربت شاي وبعد كده عملت قهوة على فكرة. يعني شربت كوباية شاي وبعد كده استنيت شوية كده أمّا النور ييجي. فالنور جه جريت على طول. قُلت ألحق نفسي. عارفين بيلعب معاكِ النور، اللي هو إيه، أنا داخلة أصوّر، طب والله أنا قاطع. طب أنا داخلة أعمل، أنا والله أنا قاطع لِك. عارفين كده، ماشي معايا كده يعني.
بس الحمد لله في الآخر النتيجة في الآخر مبهرة، هتبهركم خالص، خالص، إن أنا قُمت جريت على طول صوّرت لكم فيديو عشان طبعًا أنتم عارفين جمهوري العزيز الجميل ما يزعلش منّي ويعمل مظاهرات تحت البيت، فأنا يعني حبّيت برضه خُفت برضه على نَفْسي يا جماعة، فقُلت لأ ما بدهاش يا بنتي يا جيجي قومي اجري كده وصوّري الفيديو، حتى هتلاقوني في الآخر بعد ما عملت الغدا ما وريتهولكوش لإني مش هالحق، يعني خلاص سبقت 5 والّا 6 وأنا عايزة ألحق أحمّل الفيديو على اليوتيوب فبيغيب في التحميل. فقُلت طَب ما تحمّليه على الباقة يا جيجي، ما هو أنا بياخد وقت برضه يعني بيخلّص في الباقة، بس أنا لازم أنزل أروح أحمّل الباقة وكانت خالصة وشغلانات يعني. عملت كوباية القهوة ورُحت بقى استقنيصت كده برّه، وبعد كده رجعت بقى إيه، لقيت الشقة كلّها عايزة تتكنس برّه، قُلت بسرعة اجري يا بنتي يا جيجي شغّلي المكنسة بسرعة، بسرعة، يا دوبك شغّلت المكنسة من هنا لسه هاروّق معاكم لقيت النور قطع. هنا بقى جيت على دي طبعًا لمّا نضّفت المطبخ ما عملتهاش بصراحة، رشّيت عليها بقى شوية كلوركس ألوان كده وحبّة مَيّة وحبّة Ariel وهاخلّيها زي الفل دلوقتي، فُل يا شمعة منوّرة، هتشوفوا دلوقتي، هتشوفوا والقطنة ما بتكدبش يا جماعة يالّا قومي بقى اتشجّعي. هنا بقى كان اللحظة اللي النور إيه، جه فيها، قُلت بقى أخلّص معاكم المطبخ، يعني أنا خلاص كده خلّصت برّه أخش بقى أنضّف معاكم المطبخ كده ونشجّع بعض، ونعمل الدواليب بقى ونعمل فوق التلاجة، واشد بقى التلاجة والبوتاجاز بقى واكُب بقى مَيّة وهيص، النور قطع، فقُلت خلاص كفاية عليكم كده، كفاية عليكم المطبقية اللي أنا غسلتها بصراحة. فاليومين دول يا جماعة يعني ما أعرفش أنا يعني مش عارفة هننزّل شغلي إزاي وفيديوهات إزاي بسبب القطع النور ده مش عارفة. صبّنتها بقى من كل حتّة كده عشان برضه كان فيها بقى إيه، يعني شوية تراب على شوية مش عارفة مَيّة المواعين اللي بتنزل، مع إنّي باغسلها كل كام يوم والله، بس المرّة دي قُلت لأ بقى ده أنا هامسكها بقى بُصّوا هامرُشها مَرش كده. خلّصتها وكان في شوية مواعين في الحوض كده كمان غسلتهم معاهم، بعد كده قعدت أفكّر في الغدا بقى، هنتغدى إيه في الجو الجميل دوّة، يعني الجو ده تحسّوا إن أنتم عايزين تتغدوا جيلاتي، تتغدوا حاجة ساقعة. ما تتغدوش حاجة سخنة يا جماعة، ما فيش حاجة تاكلي حاجة سخنة وأنتِ يُغمى عليكِ على طول. الناس اللي برّه مثلًا تقول لي: "يا جيجي أُمّال تعملي إيه يا جماعة هو بُصّوا إحنا جسمنا اتعوّد على درجة حرارة معيّنة، تنقلونا في حتّة تانية إحنا نسيح على طول، يعني إحنا مش بتوع الكلام ده." إحنا مش بتوع الكلام ده. المهم كده غسلتها كويس جدًا من كل حتّة، ما خلّيتش فيها أي حاجة خالص بصراحة، وبعد كده بقى هاشطفها وارجع بقى أرجّعها عشان أشطف بقى إيه شوية المواعين اللي في الحوض دُولة، أحلى حاجة عندنا بقى لمّا النور بيقطع المَيّة بتقطع. إمم، يا جيجي معقول؟ آه والله معقول. يعني المَيّة بقى كل العمارة بتسحب منها الخزانات، ما فيش موتور شغال، فالمَيّة تقوم قاطعة، يبقى ولا مَيّة ولا نور وهيصة، هيصة، هيصة عند العروسة. أنتِ بتغني؟ أنا فرحانة، فرحانة جدًا بإن أنا وصلنا لمرحلة إن النور يقطع عندنا بال3، 4 ساعات يا جماعة. في ناس كتير وشعوب كتير تقول لي: "يا جيجي ده النور بيقطع عندنا باليوم والاتنين." ربنا يكون في عونكم بجد والله، ربنا معاكم ويقويكم على اللي أنتم فيه. هنا بقى زي ما أنتم شايفين كده شطفتها شطفة مربحًا يعني، لو في أي حاجة كده باشوفها في إيدي بادعكها كده عشان تبقى بتلمع، والله بجد وهي حاطة فيها المواعين كده كانت بتبلق، بتبلق، بس بُصّوا ملحوقة إن شاء الله، أنا هاضبّط لكم الدنيا الفترة الجاية بإذن الله، هانهي لكم المطبخ هانسفه نَفْس، هانسفه نَفْس، هانسفه نسف. طبعًا قعدت أفكّر آكل إيه، رُقيّة قالت لي: "ماما أنا عايزة آكل صدوق." طيب اعملوا لِك بإيه يا رُقيّة؟ قالت لي: "أنا هاكل صدوق." وريتاج هتاكلي إيه؟ يا ريتاج هاكل برجر، وأنتِ يا مَلَك هتاكلي إيه؟ هتاكل رنجة، بسم الله ما شاء الله 3 أنواع مختلفين. قُلت لهم المهم دوّرت كده في التلاجة لقيت عندي صدوق وعندي برجر بس ما عنديش بقى رنجة، قُلت لها: "بُصّي يا مَلَك أنتِ الوحيدة النهارده اللي مش كسبانة مش مربوحة يعني في القعدة دي كلّها، أنتِ النهارده هتاكلي معانا صدوق وأنا وبابا وريتاج ورُقيّة هياكلوا البرجر." ف يعني كانوا نايمين، واحدة فيهم بس اللي صحيت قالت لي ناكل كذا، فأنا لحقت اللي صاحية بصراحة. خلاص كده بُصّي المطبقية بتدلق، بتدلق. يا جيجي طيب السلك الليد اللي أنتِ حاطاه ده اللي قعدتِ تكُبّي عليه مَيّة وجرّأتِ المنطقة ده، يعني جرى له حاجة؟ والله أبدًا، أهو زي ما هو أهو. ما اتكهربتيش يا جيجي؟ لأ خالص، استري يا رب، استري يا رب ما لحد دلوقتي ما اتكهربتش يعني. لأ لحد دلوقتي ما فيش كهربا والحمد لله الدنيا ماشية تمام، وكبّيت مَيّة عليه لمّا قُلت يا فكيك. ناس كتير بتقول لي: "يا جيجي كنتِ غسلتِ التلاجة وهي قولوا معايا وهي مطفية." يا جماعة عادي ده أنا ما خدتش وقت في إيدي والله، هي بس الوقت اللي خدته هو وقت الفيديو اللي أنتم شفتوه، يعني كنت باقفل الباب وافتحه بسرعة، أصل طب أنا لو طفيت النور أنتم هتشوفوا التلاجة وأنا بانضفها إزاي من جوّه، يعني أنا أطفي النور في وشكم يعني يرضيكم يعني، يرضيكم أقفل في وشكم النور؟ إمم، هاشوف التلاجة إزاي أنا أصبّنها إزاي يعني؟ المهم ما علينا خلاص إحنا فطرنا هنا بقى، لميت كل المواعين بتاعة الفطار وكانت بتاعة بالليل كده الولاد أكلين شوية حاجات،
وامبارح ملك غسلت لي 4 أطباق والله، البت ملك دي شاطرة جدًا، قالت لي: "ماما أنا غسلت لِك 4 أطباق." قُلت لها: "يا حُسّي السودا يا ملك دخلتِ غسلتِ قالت لي: "آه والله غسلت لِك 4 أطباق." يالّا خُشي بقى واحدة في النُص كده يا جيجي والله بُصّي أهو علّمتهم أهو بيغسلوا 4 أهو يعني الحمد لله وصلنا لمرحلة إن إحنا نغسل 4 أطباق، دي معجزة ما حصلتش في البشرية. ورُقيّة كنست بالمكنسة وريتاش غرقت أوضتها، ال3 ضبّطوا، بس ملك قالت لهم: "أنا هاغسل أنا 4" ملك لقيتهم حبّة صغيّرين على قدّها يعني هُم فاهمين؟ أنا هاغسل دول، ماشي، قُلت ماشي، ماشي زي بعض بقى 4 ييجوا في 5 ييجوا في 6 بعد كده الدنيا هتمشي، يا جيجي ده أنتِ كان زمانِك باقول لكم إيه، ما تهيّجوش الدنيا عليّا أنا وولادي، سيبونا عايشين أدينا مرتاحين وساكتين، أنا باحب أعمل كل حاجة بنَفْسي، ما باحبش هتقولي هييجي على دماغِك ما هو جِه خلاص يا أختي، بس أنا متعوّدة على كده، دايمًا متعوّدة. دخلت بقى هنا النور جه بسرعة، بُصّوا بقيت كل أمّا النور ييجي ألحق حاجة أعملها، آه والله العظيم، فهو الروتين ده ما لوش أي 30 لازمة، كلّه متلخبط في بعضه، وأبو حسن جه على أم علي على رز بلبن، فاهمين حاجة؟ لمّا أفهم أنا باقول لكم. اليومين الجايين هتلاقوا بُصّوا طالما النور بيقطع أنا باحاول يعني أنا متهيأ لي هنا النور كان مطفي، متهيأ لي، لأ مطفي إزاي يا بنتي يا جيجي وأنتِ مشغّلة المكنسة؟ يعني النور كان مطفي أنا طافية النور بقى خلاص خلّينا شغالين مكنسة كفاية عشان نوفّر كهربا، ما هو بيطلع علينا الكهربا عشان نوفّر. خلاص كنست بقى الدنيا كلّها، لمّيت كل حاجة ودخلت كمان عملت أكل العصافير، آه والله باطبخ لهم دلوقتي، ما أنتم مفكّرين إيه ده ولادي، جوزي يقول لي: "يعني ممكن تعملي لهم كوبايتين رز كده معلش أقول له حُطّي فلفل أسود طيب وحبّة زيت." يقول لي: "آه زي ما بناكله بالضبط عشان برضه دول يعني حسّاسين برضه." قُلت له: "لا والله لا أنا ما عملتلكش أكل أنت النهارده، أنا هاعمل لك عينيا الاتنين يا أخويا، عينيا عايز إيه أعمل لك إيه؟" قال لي: "بس كوباية رز كده." عشان هو بيحب الرز إيه مسلوق. قُمت سلقت لهم كوبايتين رز، وبعدين يبرد خالص باحطه في طبق كده واحطه في كيسة واحطه في التلاجة، وكل ما يعوزوا يفطروا والّا يتغدوا والّا يتعشوا عندنا أروح قُلت له: "طَب أعمل لهم كوبايتين شاي بقى بعد حبة الرز اللي عملتهم بالزيت والملح دُولة؟" قال لي: "لا، لأ، عشان ما يشربوش هُم كده عشان صحتهم بس." فطَب ماشي ما فيش مشكلة، يعني أعمل لك رز بالسمنة والّا بالزيت؟ قال لي: "لأ، اعمليه بالزيت." طَب ما ينفعش نسلقه لهم بس؟ قال لي: "لأ حرام ما هُم يعني بيحسوا." فماشي ما فيش مشكلة خالص. حد عنده شوق في حاجة، ما حدش يقومني على جوزي يا جماعة واللي ليه جوز ما حدش يقومني على جوزي، سيبوني كده الدنيا هادية كده وجميلة، آه والله. المهم كنست الأرضية كلها قُلت له: "بس كده." ودي قاعدة على الموبايل مش سايبة الموبايل وده ماتش يعني أنتِ بتذاقي ماتش يا ست جيجي. كنست الشقة كنستها، شُفتوا كنستها إزاي؟ شفّطت الأرضية كلها بالأرضيات بكلّه ما خلّيتش أي حاجة، كنت مبسوطة جدًا، جدًا، جدًا. طبعًا رؤية عمّالة تزن أنا عايزة آكل صدوق بالبطاطس، عايزة آكل صدوق بالبطاطس، عايزة آكل صدوق بالبطاطس، فماشي يا رؤية حاضر، قُمت قايمة عاملة لها، قُلت بقى لمّا ارتاح تصحى تبقى يعني أصحّيها ساعة الغدا أعمل لها البرجر بتاعها، فالحمد لله يا ولاد الحمد لله إن الولاد يعني اتفقوا على حاجة تكون موجودة في قلب البيت، يعني ما تكونش حاجة أنا أنزل أجيبها يعني. المهم بقى كده كنست كل الشقة وخلاص ضبّطنا دنيتنا والدنيا تمام معانا أهو. أي والله عايزة أمسك بقى المكنسة دي بُصّوا أمسكها بقى أحمّيها بقى كده كمان في الحر ده، يعني نحمّي المكنسة بالمَرّة. شفّطنا كل حاجة والدنيا تمام وزي الفل، نخش بقى على المطبخ كده نعمل بقى إيه أكلة الرز بتاعتنا، ونعمل إيه شوية الصدوق بتوعنا. حطيت بقى حتة سمنة على النار وهنحط بقى الشعرية بتاعتنا، كان المفروض إن أنا أعمله حبّاية وحبّاية بس مش عارفة حسيت إن الجو حَر، طب ده ماله يا جيجي ما أنتِ عاملة أهو برضه بالشعرية ما هو التاني بياخد وقت ومجهود وتبدئي زي الشعرية تحمّري فقُلت له: "لأ يا بنتي يا جيجي خلّصي نَفْسِك كده واعملي رز بشعرية على طول." وحطي حبة زيت كده على الشعرية عشان بتفلفله. حمّرت كويس جدًا ونزلت بقى بالرز بتاعي على طول غسلته غسلة حلوة، وقُمت نازلة على طول على الشعرية عشان في واحدة قالت لي: "يا جيجي ممكن تعمليه كده مرّة من نِفسي عشان أنا أحس." قُلت لها: "حاضر، أنا أحب أعمل لكم اللي أنتم عايزينه، عايزين نعمل لكم إيه؟ بس ابعدوا عن المحشي ماشي؟" يعني يامّا خلاص بقى حطينا الرز بتاعنا وزي ما قُلت لكم النهارده الفيديو مختلف تمامًا، فيه كل حاجة، أنا ما باحبش أعمل كده، أنا أحب مثلًا فيديو روتين في الشقة، يبقى فيديو روتين في الشقة، فيديو في المطبخ، يبقى في المطبخ، ما باحبش أعمل من كل بس كان غصب عني يعني والله بجد، يعني آسفة جدًا، بس أنا لو ما كنتش نزّلت فيديو أنا عارفة إن أنتم كلّكم إيه جيجي الغرور اللي أنتِ فيه، عارفة إن أنتم كلّكم هتزعلوا وهتناموا معيّطين والدنيا هتبقى صعبة عليكم واليوتيوب هيبقى شكله وِحِش أوي من غيري، فقُلت يا بنتي يا جيجي برضه ده جمهورِك برضه وبتاع، قومي يا بنتي يا جيجي راضيي الناس دي يا بنتي عيب كده، عيب. بُصّي هتخش واحدة دلوقتي في النُص أنتِ مغرورة باقول لِك إيه يا ست أنتِ سيبيني في الحر ده، بدل ما والله هانفجر فيكِ، أنفجر فيكِ، أنتِ حُرة. حطيت بقى مَيّتي كده زي ما أنتم شايفين وخلاص على كده بقى نسيب الرز يتشرّب وبعدين بقى نخش على الصدوق بتاعنا، أسهل مما تتخيّل، حُطّي زيت على بيضة على تِك، 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 صينية البطاطس خلصت، وبعد كده باحطها على البوتاجاز من فوق، وبعد كده بادخّلها الفرن بس تاخد إيه، تشويحة أمّال.
هنا طبعًا ما عملتش بطاطس كتير، وكمان كانوا آخر 3 بطاطسات عندي عشان تبقوا عارفين يعني، فقُلت إيه أعملهم هم يعني 2 بس اللي هناكل الصينية دي، والباقي هياكل البرجر، 2 هياكلوا البرجر، واحدة هتاكل رِنجة هي خلاص صممت إن هي تاكل رِنجة، فهنبعت نجيب لها كده إيه يعني نُص كيلو رِنجة على قدّها كده، كُلّه مختلف، يوم مختلف تمامًا، يوم عجيب وغريب من كل شيء، بس يالّا الحمد لله. قشّرنا بطاطساتنا وهاجيب بقى الكبة دلوقتي أضرب فيها بصلاية وقرن فلفل أخضر وحتّة تومية كده، هنا بقى زي ما أنتم شايفين كده بُصّوا على يالّا في ثواني ادّي له ادّي، كُلّه على بعضه، كُلّه على بعضه بقى الصربعة بقى، الحقي نفسِك قبل النور ما يقطع، أنا كنت باقول كده يعني، ألحق نفسي، الحمد لله أنا لحقت نفسي وما لحقتش أصوّر معاكم الغرف بتاع الفيديو لإن كان النور قطع. أنا فخورة، فخورة، فأكلنا في الضلمة بصراحة، حلو برضه الأكلة في الضلمة في الشموع كده والدنيا حَر كده والسُرْدي وأنتِ قاعدة والأكل سُخن كده، يا سلام! إحنا ممكن ناكل يعني بس مش هينفع تحت الدُش مثلًا، بس مش هينفع. المهم بقى حطيت البصلة كده زي ما أنتم شايفين ضربتها في الكبة وقُمت حاطاها كده على طول، بُصّوا كُلّه ني في ني كده، وحطّي طماطمات شرايح شرايح كده فوق الوش، وحطّي على البوتاجاز من فوق، لمّا تتشرب خالص دخّلي الفرن، بس كده ادّيها وِش على طول، وخلّصي نَفْسِك وخلّصي حالِك، طب ما في أزمة في البيت وفي أزمات انجزي يا ماما انجزي، انجزي مش تقعديش بقى يعني فاهمة أنتِ تحبّشيها لأ هي كده حلوة هتطلع جميلة إن شاء الله. حطيت شوية كمون وحطيت شوية فلفل أسود، أنتم عارفين طبعًا الصدوق بيبقى متعصّج من جوّه وكل حاجة. حطيت حاجتي كده زي ما أنتم شايفين، وهامسك بقى الطماطم كده هاعملها حلقات وشوية زيت بس من فوق الوش عشان تحمّر لنا الصينية بتاعتنا وتخلّيها طعمها حلو، وهاحط حتة سمنة كمان صغنونة، بس بُصّوا هي ما يعني الصدوق هتقولي بينزّل إيدام وبتاع، ما فيش مشكلة بس تدّي طعم يعني حاجة كده طعم حلو يعني، ما أعرفش السكينة إيه اللي جرى لها، السكينة دي كانت حامية جدًا. قطّعت كام طماطماية كده من فوق الوش، وحطيت حتّة تومة من فوق الوش برضه، حطيت التوابل بتاعتي كمون، فلفل أسود، ملح، وعندِك حبّة شطة حُطّي، بس عشان أنا ضاربة فلفل حراق فما رضيتش أحط شطة عشان الولاد. كده خلاص حطيتها بقى فوق البوتاجاز، هاغطّيها وكده يبقى يعتبر الفيديو بتاعنا النهارده معاكم خلص، كان يوم بسيط وباحبكم في الله، وما تنسوش كده اللايك والكومنت الحلو، والسلام عليكم ورحمة